بعد ما بدأنا سلسلة فيديوهات تغذية المرضى ومرضى التغذية، كان أول فيديو إزاي نبطل دواء السكر. جات لي أسئلة كتيرة قوي عليه، هرد عليهم إن شاء الله في فيديوهات متتالية. وكان أكتر سؤال إيه هي الدهون الصحية؟ الدهون الصحية هي دهون زي ما ربنا خلقها. الإنسان ما بيحتاجش يعمل لها بروسيسنج، يعني ما بيقعدش يصنع فيها كتير. حتى لو عايز يحولها من صورة لأخرى أو يحولها في طريقة يعرف يخزنها بيها، ما بيحتاجش لا مصانع ولا درجة حرارة عالية جدا ولا كيماويات ضارة. قبل ما نتكلم عن الدهون الصحية إيه هي وإيه مصادرها وإزاي نستعملها وكده، تعالوا نتكلم أول بس إيه هي الدهون غير الصحية، لأن ده أهم ما في الفيديو. لأن إيه، نبعد عن الضرر الأول عشان بعد كده إن شاء الله نعرف نجلب المنفعة لينا. الدهون غير الصحية هي الدهون اللي هتحتاج مصانع ودرجة حرارة عالية وكيماويات ضارة علشان نعرف ننتجها. الإنسان هو اللي عملها، فهي حاجة بروسيسد زي زيت الذرة، زيت العباد، السمن النباتي، زيت الكانولا، الحاجات اللي بتحتاج مصانع عشان تنتج. ايه عيبها دي؟ جسمنا مش بتعرف عليها، فاما بنستهلكها بتعمل حاجة اسمها inflammations يعني التهابات، والالتهابات دي بداية كل الأمراض، وكل واحد فينا بقى نصيبه. الدهون الصحية هنقسمها لجزئين، جزء بيجي من مصدر حيواني وجزء تاني بيجي من مصدر نباتي. من مصدر حيواني زي السمنة البلدي، الزبدة البيضاء، الزبدة الصفراء، الدهن الحيواني اللي هو سواء بنسيحه عشان نطبخ بيه أو اللي بناكله عادي مع اللحمة الملبسة، صفار البيضة، بيض خلاص، والدهون اللي في السمك الدهني زي مثلا الماكريل والسردين والحاجات الحلوة دي، أوكي، وقشطة اللبن والكريمة اللباني. أما الدهون الصحية بتيجي من مصادر نباتية، فنبدأ بيها الزيوت الصحية، أي زيوت معصورة على البارد، زيت الزيتون، زيت جوز الهند، زيت الحار، زيت السمسم، زيت الأفوكادو، كل ده على البارد عملوها كده، نزلت زيت، ما احتاجتش أي مصانع أو أي حرارة. واخر حاجه بقى الدهون الصحيه اللي بتيجي من الاكل او البذور، الاكل زي مثلا الافوكادو، الزيتون المخلل سواء الاخضر او الاسود، بس معمول طبعا بملح الهيمالايا مش ملح الطعام الضار ده، والمكسرات، كل انواع المكسرات. اما البذور بقى فزي مثلا اللب الابيض، اللب السوري، بذر الكتان، بذور الشيا، والسمسم اللي هو الطحينه. يعني بجد فوق الرائعه الطحينه، من الحاجات من احلى الدهون الصحيه اللي موجوده. تلاحظوا ان مفيش بروتين حيواني ربنا خلقه الا ومعاه الدهون الصحيه بتاعته. هي دي الطريقه للاستفاده القصوى من البروتين، ربنا خلقها كده. احنا اللي بنتدخل ونعمل حاجات منزوعه الدسم ومنزوعه الدهن، ده بيأثر علينا على المدى البعيد. الدهون الصحيه مهمه في ايه؟ احنا كل خليه من جسمنا جدارها متكون من دهون. هرموناتنا وانزيماتنا عشان تنتج وتفرز محتاجه دهون. الشبع والتعافي من مقاومة الأنسولين والمرض السكري محتاج دهون. ومش معنى كده ان احنا طالما هي جميلة هي الدهون نغرق بقى الأكل دهون، ده غلط. احنا بنستعمل الكمية البسيطة اللي تناسب كل واحد فينا. وبالنسبة للمكسرات ولللب والحاجات دي كلها خلي بالكم، عشان دي من الحاجات اللي الناس بتفرط في تناولها وبتأثر عليها بالسلب على المدى البعيد. قنن كميتها، دي أهم حاجة.